جيت اليوم نعاود لكم القصة ديالي اللي وقعت لي مع واحد البنت في لاصال. القصة اللي وقعوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي خايبين وزوينين في نفس الوقت. 2019 الاخوان كنت غليظ بزاف، وكنت ضروري خصني انني ندير لاصال وخصني انني نتريني، وهذا الشيء بطبيعه الحال نصحوني به الدار ونصحوني به صحابي كاملين. قالوا لي بان الحجم ديالك تزاد وانت غادي تخرج على راسك، خاصك ضروري دير لاصال. وداك الشيء اللي درت، مشيت لاصال وما كنعرفش نخدم. يعني اغلب الحركات اللي كندير واخا كندخل اليوتيوب وكنقل من الناس اللي كيديروا هاد الحركات، ولكن كنت نديرهم خاطئين. المهم شي 15 يوم هكا كنا كنتريني ومازال ما تعلمت حتى حاجه. واحد الحصه كنت نتريني، واحد البنت كتشوف فيا وكتضحك، ما فهمت انا والو. من بعد وهي تجي عندي قالت لي في اخبارك بان كاع الحركات اللي درتي راهم غالطين، وزيد عليها انك ما سخنتي ما حتى حاجه، واش انت باغي تخرج على راسك. وهي تقول لي شوف، ممكن اننا نترينيو بجوج، شنو عندك؟ واش عندك الصدر ولا الرجلين ولا شنو عندك انت؟ انني من الصباح انا كنشوف فيك انت مخلط الرجلين مع الصدر مع الفخاذ مع اي حاجه، عليك غير الراس والصباع اللي ما ترينيتيهم. بديت تنضحك وانا نقول لها انا راه ما داير لا بروغرام لا حتى حاجه، راه غير غادي على الله وصافي، غير غادي باغي نقص هاد الشحم وصافي، يعني كنحرق الدهون. وهي تقول لي شوف، من اليوم غادي نبقى نتريني معاك. قالت لي ديما غادي نبقى نجي انا وياك مع السد ديال الصباح باش اننا نتريني. قلت لها اواه السد ديال الصباح منا في العسكر. وهي تقول لي راه غير بغيت نشد فيك، السد ديال العشيه غادي نولي نتلاقاو ان شاء الله وغادي نبقاو نترينيو ديما بجوج، ولكن عندك غير تقلب علينا وجهك ملي تصحاح. بديت تنضحك صافي وانا نخدم مع الرجلين، ولكن بكل صراحه الاخوان ديك الحصه راه ما خدمت حتى حاجه، نخدمو مزروب غير باش نشوف ديك الفورمه اللي عنده. ترى الاخوان على فورمه عنده داكشي راه مرسوم ديال بصح. ترى فاش كتحضر وكتطلع راه داكشي كيتفرقع عنده، راه ما كنبقاش حاكم في راسي. كملنا الحصه وقلت لها عطيني الواتساب ديالك باش اننا نديرو في البلاصه اللي غنتلاقاو فيها بجوج. صافي الاخوان وانا ندير فيها انا راه مشغول، ما صيفط حتى 12 الليل. قلت لها انا الولد اللي ترينا معاك اليوم، هذه النمره ديالي. وهي تصيفط لي عرفت. وانا فاش نشوف الميساج ديالها ما جاوبتهاش ديك الساعه. من بعد هي تصيفط لي واحد الايموجي ديال الضحك، ومن بعد عاوتاني ما جاوبتهاش. صافي هي تصوني عليا وهي تقول لي غير ما تعرفناش على بعضياتنا قبيله، بقينا غير كنترينيو، عرفني عليك وتعرفوا على بعضياتنا. صافي الاخوان تعرفنا على بعضياتنا مزيان، لاننا بقينا كنهضروا شي ساعه ونص هكا. دخلت البروفيل ديالي وهي تلقاني انني مصور بواحد الطوموبيل. هي تقول لي واش ديالك الطوموبيل؟ وانا نقول لها ديالي. هي تقول لي ايوا خصك تربينا شي دوره وتبدل لينا الجو. وانا نقول لها مرحبا، غدا فاش غادي نكملوا غادي نضربوا شي دوره خفيفه. وهي تقول لي صافي عندك ما تكونش عندك الكلمه ولا شي حاجه. المهم الغد اللي دوزنا الحصه بجوج صافي، وانا نركب على الطوموبيل وانا نمشي لواحد الغابه، حتى هو يبان واحد الحمار حاشاكم. وهي تخلع وهي تعنقني، وليت انا تنقول لها تلقي مني وهي ما بغاش تطلق مني كاع. وانا نسكت الطوموبيل قلت لها انا تخلعت. وانا نقول لها هاد الخلعه خص ضروري تحيد منا بجوج، والحل هو اننا نعنقوا بعضياتنا. وانا ننزل من الطوموبيل هي تتبعني بالخوف. صافي الاخوان نركب اللور وهي تجي تركب حدايا. صافي ملي ركبت حدايا عنقتها وحنا نلعبوا واحد الماتش كحل في الطوموبيل، ماتش اللي غادي يبقى في التاريخ للكره الارضيه. ومن تما الاخوان كل حصه نمشيو انا ويا للغاب، ولينا كنلعبوا بزاف ديال الماتشات. يعني ديك الطاقه كامله اللي كنجمعوا من لاصال كنجيو نخوها في بعضياتنا. وهذه هي القصه ديالي اللي كانت مع البنت ديال لاصال. ما تنساوش الاخوان تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تخلوا بزاف ديال الكومونتير، خلي معاك واحد اللايك ان شاء الله.